ساسا في عيني قناصر ساسا في عيني قناصر ساسا في عيني. بعد 14 جانفي تم حرية تعبير. كيفاش حرية تعبير هذه؟ كمان تايف مدبيه ما عندوش دخل من فضلك، لا هو ولا غيره. تذكر هو سيد الوزير هو نجم يذكر حتى شافي رشدي، ما يهمنيش. اللي يصنع في السيوفه مثلا في داره، ولا اللي عنده معمل نتاع كرتوش ارتيزانال. نسمع يقولوا لي هما عندهم قول في سير الحكومه. قولنا حين الجهاز مسكين بغيان دي خاطر فماش جهاز البوليس السياسي اصلا. البوليس السياسي هي براتيك. العصبيات موجوده. البوليس السياسي كان منتفع، ليس فقط عنده نفوذ لكن ايضا منتفع من النظام وما يحبش يفقد نفوذه. الكثير من الشعوب ذهبت في عمليه استئصال، عمليه عنف. يعني فرنسا بعد الثوره في لا بلاس لا كونكورد الموجوده قصوا 1200 راس. Mais il est extraordinaire Ben Ali, non? Il est génial. والله العظيم parce qu'on banalise le fait que احنا عايشين في نعمة parce que خلينا نصبروا على الحكومة، خلونا رانا داخلين في حيط. القنوات هذه اللي بان بالكاشف انه ما يساعدهاش تونس تركح. هذه فيها رجال. انا نعتقد انه في ناس في المشهد الاعلامي والسياسي في تونس المفروض يروحوا لديارهم. الخفافيش الظلام اللي قاعده تهجم علينا وقاعده تحب تحرمنا من كل شيء جميل. ملي صارت الثوره ولا عندنا اعلام حر تلفز واذاعات. توجيه الراي العام، لأن ثم عمل كبير ياسر على وسائل الاعلام حيث يوجه الراي العام احيانا تشعر انه كان يحب يكره التوانسه في ثورتهم. فوضى وهذا الانفلات الامني، ورجاء السيد باجي قايد السبسي والسيد وزير العدل الضرب بشده. ان شاء الله يتوقف النزيف هذا، نعملوا على المؤسسه العائليه وعلى المؤسسه التربويه وعلى الجمعيات وعلى المجتمع المدني وعلى حقوق رابطه حقوق الانسان وعلى الجهاز الامني وعلى الاعلام. زاد مسؤوليه كبيره الاعلام. ما تخافوش من الثوره المضاده، موجوده لكن ما تخافوش. والفوا بالنسيان ونساو ولاو عبيد، والفوا بالطغيان استنى وشكون يزيد.